لقد كان الاحتلال الفرنسي للجزائر تحت عدة أسباب وذرائع. كان هنالك أسباب مباشرة وأخرى غير مباشرة. السبب الأول المباشر متمثل في حادثة التي وقعت بين شخصين، الأول هو الداي، وثانيا هو القنصل الفرنسي في الجزائر بيار. اتخذت فرنسا حادثة المروحة ذريعة من أجل هجمها أو هجومها على الجزائر، لكن الدارس للتاريخ يعلم بأن هنالك أسباب خفية أو أسباب باطنية أو أسباب حقيقية أو أسباب غير مباشرة. درسناها وصنفناها إلى أسباب اقتصادية، وأولها طمع فرنسا في ماذا؟ ورغبتها في جعل الجزائر سوقا للمنتوجات الفرنسية. جيد. آخرها وهو طمع فرنسا في موقع الجزائر الإسرائيلي. هنالك أسباب دينية. السبب الأول وهو رغبة فرنسا في القضاء على أي دين؟ ونشر الديانة والقضاء على دار. هنالك أسباب سياسية، وهي رغبة فرنسا في توجيه الرأي العام الفرنسي إلى قضية، ورغبة ملك فرنسا شارل العاشر في القضاء على المعارضة الداخلية، خاصة العسكرية، وإرسالها إلى مستعمرة جديدة يشكون. لقد مر الاحتلال الفرنسي في الجزائر بكم من مرحلة؟ المرحلة الأولى هي مرحلة جيد. إن هذا الحصار استمر منذ سنة 1800 ما عجبتنيش 1800 إلى غاية 1800. كان هدف ذلك الحصار هو إضعاف قوة الجزائر ومنع وصول أي إمدادات عسكرية إلى الجزائر، صح؟ جيد. المرحلة الثانية هي مرحلة ماذا؟ مرحلة الهجوم وسقوط. انطلقت القوات الفرنسية من ميناء شكون؟ في ولاية في 25 1800 لتصل بناء على خطة الجاسوس إلى مدينة أو إلى ساحل سيدي، لتحدث معركة ما بين القوتين الفرنسية والجزائرية، وهي معركة في 19 1800. انتصرت فيها القوات الجزائرية، ويزحف الجيش الفرنسي إلى مدينة الجزائر، ويجبر الداي حسين على توقيع معاهدة اسمها معاهدة في 5 جويلية 1800. بعد توقيع معاهدة الإسلام بدأت المرحلة الثالثة، وهي مرحلة مرحلة توسع ماذا؟ بدأت فرنسا في احتلال عدة مدن لتصل إلى آخر نقطة في الجزائر، وهي منطقة شكون؟ وتستطيع القضاء على مقاومة الهوغار في أي سنة؟ جيد. نتج عن الاحتلال الفرنسي للجزائر تباين المواقف الدولية من هذا الاحتلال. فأول الدول كانت مؤيدة للاحتلال وهي الدول الصديقة لمن؟ وأبرزها روسيا ودولة، وهنالك دول متحفظة كان أبرزها الدولة. سبب تحفظها ما هو؟ ضعفها الشديد. كاين دول أخرى كانت دولا معارضة للاحتلال وأبرزها شكون؟ سبب معارضتها هو حبها في الجزائر؟ لا. سبب معارضتها هو تنافسها الاستعماري مع من؟ نتج عن الاحتلال الفرنسي عدة نتائج وانعكاسات. أولها ما هو؟ زوال الحكم. جيد جدا. زوال الحكم العثماني وين؟ جيد جدا.